طب ايش تسوي كفيلة دهينة؟ تشيلي ماكينة ترمي برا ولا تكلي؟ لا 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 لا، خلها، هذا اللي بتاكلنا عيش الحبيبه. اتركها اتركها اتركها، هلا ومسهلا. حيا الله الشيوخ، تفضل يا شيخ تفضل. الله يسلمك، تفضل تفضل. حقيقة أنا بغينا نجيب البشوت. فعلا بس قلنا ان الجو بارد في الطايف. فعلا. نعم. تفضل انت تفضل انت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل طال عمرك. هذا كشف حساب الشيخ دنحي ويبغى اخر معلومه. حياك الله. تفضلوا يا حبايبي تفضلوا استريحوا، خلاص خلوهم عليك. تفضل يا شيخ مناحي. شكرا يا شيخ الله دنحي. حياك الله. الحقيقة يا حضرة المدير الشيخ دنحي مشغول، سفرات وروحات، بانكوك السعودية بانكوك، فودي يشيك على حساب الله لا يهينك. أبشر طال عمرك. في الحقيقة أنا حبيت أشيك على حسابي، والشيخ مناحي محل النفس الحقيقة، وأنا أعتبره واحد من عواننا، حتى عواله يلعبون مع عوالي في الحوش الحقيقة، فحبينا نطمئن على الحساب. تفضل طال عمرك. الله لا يهينك إن شاء الله. ما شاء الله. عليان صابر محمود. مناحي، منو عليان صابر محمود؟ يا رجال عليان صابر محمود ما عرفته، الطويل، رجال شخصية، ابو بشت المليار قصير، ابو خشم، الله يهديك يا دنحي ما عرفته؟ أقول قسم إني أول مرة أسمع الاسم هذا يا ابن الحلال. عليان يا دنحي، عليان ادعك لك عليها، ترى ذاكرتي شوي الرجال ده سبحان الله، تعرف كبر السن، رجال يا رجال خوينا. ايش بك تغمز بعيونك؟ والله ما عرفته، انا واثق ان عندك مشكله في الذاكره. لا والله ما نعرفه. يا حب المسك، ترى الرجال كوميدي درجة أولى. يا رجال احنا معزومين على العشاء عنده، العشاء الليلة مسوينا مفطح. الله يرجعك، قم خذ ورقك يلا. ومعزومين في ذمتك. يا رجال خلي الذمة عندي انا، قم بس قم بشير. ورا ما تاكل يا شيخ دنحي. مقهور والله يا مناحي. كيف ذاكرتك احسن من ذاكرتي؟ كيف عرفت عليان؟ منو عليان؟ الله يرجى ابليسك، الله يرجى ابليسك يا اخوي، انا رجال ما اعرف عليان ولا عمري شفته بحياتي. ابوك يا الولد جاك العلم. اجل كيف قلت لهم عليان وايوه وحول لنا والكلام هذا؟ قلنا لله اجل شوكه في عيني، ابقى عيني عليك. لا تبقى عينك، كمل كلام. يا اخوي الله يرحمه واجهك، لو قلنا لموظف البنك ان عليان ما نعرفه بيرجعوا للحساب ثم يسحبون 7 مليون. الله 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 الله، انا اشهد انك ذكي بمعنى الكلمه. عشان لا يشلطونها. عشان لا يشلطونها. قلت يا رجال يا خوينا كيف ما نعرف عليان ده صعبة عمر. الفلوس هذه نعمه من الله بعد تبرعي بخليتي للواصل، ان الله ينعم علي بالقروش هذه. حرام بالله لو انها كليته نانسي عجرب لبعد نعم كليتك الله يرجعك. يا حبيبي يا مسعد، ابى اكلمك باللغه اللي تفهمها، ذا اللي ما تسوى ولا قرش فيها ذهب، ملايين يا مسعد، ملايين ذي، هذه فيها ملايين. هذه؟ اي تدري وش فيها هذا المكاين؟ هذه فيها زئبق احمر. زئبق احمر؟ تدري وش الزئبق الاحمر؟ هذا اللي يستخدم في الصواريخ النوويه عند الانتقابر. ايه هذول الشركه العالميه القويه ذي اللي مسيطره على هالعالم ذا كله تبي ذا المكاين علشان الزئبق الاحمر. اسمعوني، الخطه كالتالي: راكم تطلعون اشاعه كبيره جدا بعد ما تجمعون لي كل المكاين اللي في البلد في البيوت والحراجات، تجمعها عندنا. تشترونها على كم جبت ذي انت؟ كم اعطاك؟ 10 20 30 انطقت هالحمه 30. جيبوها عندنا، بعدين نبغى نطلع اشاعه ان فيها زئبق احمر، وان الشركه العالميه بتدفع 100,000 للي يجيب ماكينه واحده. بعدين نرجع نبيعها على الحبايب بكم؟ 20,000 30,000 40,000. أنا تفهمي دهينة يا حبيبي، أنت كفيلة كبيرة عبقرية. دهين تجيب الماكينة 10 20 30 ريال. نعم. بعدين تبيعي بالكثير بالقالي على الدلوقي. طيب أنا تبقى تحجزي 3 ماكينة عشان بعدين أوه نعم حبيبي. حشوة السنيك. اسمع يا حبيبي، اسمع يا حبيب مسعد. سم أخوي سم، نبيك تشوف لنا كم واحد تعطيهم على 100 ريال وينشرون إشاعة في البلد أن المكاين دي فيها زئبق أحمر، على 100 ريال كل واحد. بس ترى أنا ما ندافع من جيبي، كله منك أنت. أجل ما أنت معنا. لا 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 لا، بس
تدفعي. تدفع ولا يقعد عليك الحين؟ لا والله الا بدفع 200. عبه حق اليوم 91 إلى 95. شكل من هذا ومن هذا. انا اقول يا مناحي لابد فيها شباب. انا معك ترى ما ضيع التجار ورجال الاعمال الا البدخ من اخوه. الصرف اللي في غيره سنه. يا طويل العمر اعرف ان في ناس يروحون جنيف ويروحون سويسرا ويروحون المانيا ويروحون فرانكفورت ويصرفون القروش. ليه؟ بدخ ضاعوا وفلسوا ما عندك احد. يا رجال اعرف واحد من التجار من زمان انا كرجال اعمال. ايوه جايب اليسا معطيها نص مليون عشان تغني اغنيه هذيك على الباب شمالي. ابوك الولد. كلام من فاضي يا رجال. من هي اليسا هذيك اللي تغني دائما مع شراشف؟ ايوه ام الشراشف لا قنبله. كم يا ولد؟ ها؟ حق اليوم ب 100 ريال. 100 ريال 100 ريال. هذه 500 ريال. تستاهل الله يطرح لك البركه وتطول ان شاء الله. ان شاء الله. من وين لكم ذي طابين في كنز شيء؟ دلوني بس. دلوني ها؟ اي والله اروح معاكم محل ما تبغون. اقول افلح بس الله يستر عليك اعانك الله. هذا مو حق الباص. لا شبيهه شبيهه. ايوه يا جماعة الخير، يا جماعة الربع، اسمعوا، في شركة عالمية تبي تشتري هالمبروكة هذه ب250,000 ريال. معقولة يا لب قلبكم. اسمعوا، يقولون فيها زئبق أحمر، والزئبق الأحمر مقطوع من السوق ما عاد في شيء. معقولة يا لب قلبكم. أنا وصيت 2 شفتهم يدورون مثل هالماكينة، قلت لهم اللي بيجيب لي ماكينة واحدة أبعطيه 20,000 ريال. معقولة يا لب قلبكم. روحوا دوروا. ولا بلاش؟ يسر. يلا يا صديقي حلل بشرط بسرعه. سيل هذا 2 كذا سيلوا زو على طول ها؟ ما شاء الله عليك رجل ذكي جدا. تعال الله يلعز هذا الفلوس اللي عنده فلوس يسوي زينا. شفت النعمه اللي نحن فيها؟ والله اني اتعاطف مع المساكين هذولا. والله يرحمهم يا اخي. قلبي كذي. ما عليك منهم خل قلبك خلك جامد. ما عليك منهم ذا الاشكال. ما عليك منهم. كيف ما عليك منهم؟ مراتبه ما يطلع 600 ولا 800 ريال. خل في قلبك رحمه يا مناحي. يا رجال شوف ذا اللي وراك ذا اللي راسي كنا قدر ضغط. ايوه عشان بالله تلقى باني في ديره الحين فله ها 12 دول طال عمرك كلهم البخشيش بخشيش 50 الولد. تعال يا صديقي تعال خلينا نعطيه برضه. اي خليله لا تستاهل. هذه 50 ريال. وهذه هذا اسهل ريال. انت ان شاء الله سوي قصر كبير هناك انت بلاد سوي ملهق صغير. دنهي ريمبر مي. الله يعطيك العافيه طال عمرك بيض الله وجهك ما قصرت الله يحييك. ابو كل ولا هاي فيها طال عمرك ما قصرت والله نشبه. انت يعني انت منا ولا مناك ولا من هناك ولا من هنيا ولا وش الوضع؟ انا سعودي طال عمرك من هذا البلد. ايوه لا انا كان قصدي الشيخ دنحي قصدي يعني بعض الاوقات يعني سبحان الله يحب يختبر الشخصيه التي امامه. نعم. هل هو هندي ام سعودي؟ فسبحان الله تضع لك سعودي. لا ابد الكلام كله اللي قلتوه صحيح ولا انا بزعلان ولا شيء. كنا بني لي بيت في الديره والحمد لله من ذا البخاشيش اللي اخذها من ذا. وهذه فوقها وبيض الله وجهك. هذا بخشيش الله يطول لي عمرك ان شاء الله. الله يسلمك والله حتى شلها ودها الغرف ودها غرف النوم ودها يوفقها ما اعطي 50 ريال ولا حب خشمي ولا شيء. ما هي معليش مقبوله. والله العظيم يا شيخ دنحي الشاب هذا السعودي عثر صدري انه يشيل شنط. ما فيها شيء يا اخوي. خلنا مثل الاوادم ما هو بعيب. طبيعيين قدنا بالحلقه زي كل العالم. عندنا سواق وعندنا حلاق وعندنا مدير وعندنا وزير وعندنا كل شيء.
لا اله الا الله. كف شوف الثريات طف الانوار صرفيه هذه. ايوه بعدين يجيك الريسبشن يقول ادفع الفاتوره حقت الكهرباء. لا اله الا الله. كف نخله. أيوة. نخله في الدور الرابع. فينها؟ شوف نخله. شوف هذه يطلعونها من الدور الاول، بعدين يطلعونها من الثاني، بعدين في الثالث الى الخامس. لا اله الا الله. اي والله يا اخويا قصر الشرق هذا شيء بلاوي حاصله بلاوي ما شاء الله. بس اسمع يا مناحي، والله اني افزع من الحاجات هذه. ليش؟ لانك ما تدري الناس اذا شافونا ونحن هني أي. قسما يقذفونا بعيونهم. وشنو؟ يقذفونا قذف انك ما تدري الا انت مقذوف. فهمت عليك قصدك ينظرونا يعني. ينظرونا يا بالحلال. يا رجال ليت احنا قاعدين في الطايف لا من شاف ولا درى، لكن شوف اخوك اي واحد يقابلنا ايوه احنا موظفين مع امريكان وبريطانيين. ايوه رواتبهم على 150 160 الف ريال. اي والله. وحنا كشباب سعوديين مواطنين رواتبنا 5000 4500. والله انك صادق، الطريقه هذه حقيقيه فبيصدقونا. فالله يرحم والديك دام اللمبات والثريات والبلاوي كلها والبحر من وراك عطنا اغنيه هذه فيها ايش. ايوه ليتش معي وانا معش اسمع كلامش وافهمش ايش امشي الله لا يعينك امشي. ايش الله والله هالجو اللي ما هو بجو وضح وربعه كله عيد وغبار واخر شيء مناحي في الشنه الله لا يوفقهم. اسمع شهد النحي. ايوه ما دام الله رزقنا بهالمبلغ طال عمرك نعم لازم نستثمره في شغله كذا غير عاديه. والله انك صادق. افضل استثمار له اني اروح انا الى لميس وانت تروح الى نور ونقول لهم هي خلوكم من العادات التركيه وتعالوا معانا انحم مع ازواجكم. يا ابن الحلال خلنا نستثمر المبلغ اسوء استغلال. عارف اسوء استغلال؟ نطلع منه فلوس. طب عندك فكره يا ذكي؟ والله يا عندي فكره يا شيخ جنحي، والله يا عندي فكره ما هي بصاحبتك كنا ذهب ان شاء الله. والله انك ما انت سهل، اني اعرفك انك ابو الافكار، ما احب انك نور من فراغ. انا اشهد خذ ليش معي وانا معش اسمع كلامك وافهمك. مامادو عرفتني؟ انا ابو سعد السواق. سواقة حبيبي سواقة. تفضلي يا لب قلبك. تفضلي. ايه يا عمي هذا واسطات ولا بلاش؟ ما تتكلمي ما تتكلمي تسكتي. تفهمي ولا ما تفهمي؟ اشون باقي عندك بكاين للبيع؟ يا سبحان الله يا ابو سعد، يا سبحان الله، هالمكاين ذي عجيبة غريبة، عليها طلب يا اول العقل. ما ادري وش السر يا اخوي. ما هنا سر يا ابن الحلال ولا شيء، لكن الناس بدأت تحن للماضي للقديم، مثل ما قال المثل قديمك نديمك لو الجديد اغناك. المهم تبيعني مكاين؟ يا ابو سعد المكينة وصل قيمتها 20,000. صحيح أنا أول أجمعهم تخبر الوالدة خياطة وآخذ من مكاينها، لكن الحين صارت تجارة. تعطيني من هذول 5 مكاين؟ أقدر يا أبو سعد، ولو ما أقدر طلعتها لك من تحت الأرض، بس ب20,000. ابشر. محل ذهب. الله على الفكرة الخبلة هذه. خبله محل ذهب يكسب ذهب يا خبل، فاهم ولا لا؟ الحين الحريم عندنا لا زعلوا، وش يرضيهم؟ والله ما يرضيهم غير الذهب. اذا واحد بيجيب رضوه وش يرضيها؟ ذهب. صح. بعدين الذهب محلاته ما شاء الله منتشره في السعوديه كأنها محلات خنازير في امريكا. اطمئن، من ناحيه الانتشار او الدعايه والاعلان ما عليك الا ان تقدم فكره لي، وانا باذن الله بخبرتها لان علاقاتي مع اللبنانيين في الدعايه والاعلان قويه. هات الفكره نطبخها معا وانا باذن الله اعلن اطلاقها. برافو عليك، بس يبغى لنا فكره قويه. نعم، بس اهم شيء انا اقترح عليك ان نخلي فتره الدعايه هذه لمده اسبوع، مثل اسبوع المرور ولا اسبوع الشجره. لا خلها شهر تكفى عشان نربح. ايه على خشمي. يا سلام خشمك.